السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناتنا وقناتكم ياس المغرب. في إطار المواكبة ديالنا لتطورات ومستجدات المنتخبات المغربية. في الفيديو اليوم غادي نتكلموا على آخر المستجدات ديال المنتخب الوطني الرديف، حيث اليوم تعرفنا على المنافس ديالنا في المقابلة النصف النهائية، ألا وهو المنتخب الإماراتي الشقيق اللي ربح المنتخب الجزائري الشقيق. يعني كانت مقابلة رائعة المستوى، يعني الفريقين قدموا مقابلة رائعة. كانت هناك محاولة المنتخب الإماراتي، كانت هناك محاولة المنتخب الجزائري، ولكن ضربة الجزاء هي اللي ابتسمت في الأخير المنتخب الإماراتي بعد ما انتهت المقابلة والأشواط الإضافية بنتيجة 1-1. يعني الآن تعرفنا على المنتخب اللي غادي يواجهنا في النصف. يعني كنتمنى المنتخب الوطني يجهز نفسه كما يجب ويستعد للمقابلة القادمة، حتى تكون مقابلة صعبة جدا. مقابلة النصف ما كتكون سهلة، يعني خاص دابا طارق سكيتشيوي يجهز اللاعبين نفسيًا وبدنيًا للمقابلة حتى تكون صعبة. ربما النقاط اللي تكون إيجابية أن المنتخب الإماراتي لعب 120 دقيقة، أن المنتخب الإماراتي لعب يوم من وراء المنتخب الوطني المغربي، ربما تُحسب ويستافد منها المنتخب المغربي. كنتمناو أنه يستافد من هذه النقطة، ولكن مع التقنيات الحديثة اللي ولات دابا ولات السهولة أن اللعيب يسترجع الطراوة البدنية ديالو. وخاص المنتخب الوطني المغربي يكون في كامل جاهزية، يرتكب أقل أخطاء، يكون أكثر تركيزا إذا بغى يحقق المراد وهو التأهل للنهاية. وإن شاء الله من يتأهلوا للنهاية لكل حادث حديث. دونك المقابلة الجاية تحدد بنسبة كبيرة البطل ديال كأس العرب. ونتمنى إن شاء الله المنتخب الوطني المغربي يكون في اليوم ديالو، والتشكيلة اللي غادي يختارها طارق سكيتيوي تكون في المستوى. ونتمناو نتفاداو الأخطاء الساذجة والأوراق الحمراء الساذجة اللي خديناهم في جوج مقابلات. نتمناو أن نتفاداو هاد النقطة هادي، وحتى اللاعبين اللي خدوا ورقة صفراء في المقابلات السابقة يحاولوا يتفاداو هاد النقطة باش يكونوا حاضرين في مقابلة النهائي إن شاء الله إلا تأهلنا بإذن الله. وفي الأخير غادي نخليكم مع ملخص المقابلة اللي كانت بين المنتخب الإماراتي الشقيق والمنتخب الجزائري الشقيق، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. في لمسة وصلت إلى السحار، وصلت إلى ياسين، إلى ملك النهائي في هذا الملعب. ياسين ما زالت راسية جزائرية. ياسين مرة أخرى، فرصة المحاربين، فرصة الخضر عن طريق السحار. ياسين، نعم أنت سحار بذكريات ما فعلته هنا قبل 4 سنوات، وذاك الهدف الذي رفعت بعده الكأس العربية الذهبية في هذا الملعب. لكن ياسين كان يقف في موقف تسلل في اللقطة الماضية. ياسين يلعب لك كرة عالية خطيرة. الله الله الله، فعلها الجزائر، لكن الهدف يلغى. الهدف يلغى. هناك تسلل موجود في اللقطة الماضية. هنا كان متسلل فيما يبدو عبادة في اللقطة الماضية. أداء كبير في المباريات التي خاضها أشرف عبادة الذي سجل هدف، لكن الهدف كان ملغي بسبب التسلل على عبادة. هنا بينية ممتازة. بولبينا راح، بولبينا فعلها عادل، لكن هناك راية قطعت احتفالاته وقطعت احتفالات الجزائريين. شهيد الكرة الأخيرة الجزائر سجلت، لكن التسلل كان موجود. بولبينا كان متسللا في اللقطة الماضية، وبالتالي الهدف أبيض. الهدف يلغى للمنتخب الجزائري. مجيد بوغيرا. فرصة جزائرية، انطلاقة لعادل. بولبينا راح، بولبينا تقدم، بولبينا ما زال، بولبينا إلى ياسين، ياسين والتصويب. بولبينا، الله، عد أيها التاريخ، فقد آن للذكريات أن تعود،
فما توقف هنا. الجزائري يقول أنه سيبدأ من هنا. بول بينا يسجل أول أهداف الجزائر. الجزائر تتقدم في نتيجة هذا اللقاء. الجزائر عن طريق بول بينا. ما ألغي في الشوط الأول يعوض في شوط المباراة الثاني. خيمينيز يمرر كرة باتجاه عاصم فايز. عنده كرة من جديد، تمريرة في اليسار، عرضية لا تأتي، والكرة الخطيرة إماراتية لكن شعال يتصدى. المكفالي الإماراتي يحاول أن يتحسس الطريق من أجل عودة. الجزائري يريد أن يعزز نتيجة وأن يحسم حضور في المربع، بينما عرضية خطيرة. الله الله الله، لقد حانت لحظة الأبيض، لقد حانت لحظة الإمارات. نعم، في وقت الحديث عن عودتهم ها هم يعودون، في وقت الحديث عن رغبتهم ها هم يعودون. الأبيض يعود، الإماراتي يعود، هدف لهدف عن طريق اللاعب برونو أوليفيرا. برونو أوليفيرا هو من سجل هدف العودة للإمارات. المباراة يعود فيها الأبيض، يعود فيها الإمارات. نعم، في لمسة أولى هنا عن طريق يحيى، الكرة لم تغادر بكامل محيطها، وصلت بعد ذلك عرضية منقولة بالراس. خذها يا برونو، خذها يا أوليفيرا في شباك شعال. الإماراتي هدف، الجزائري هدف. هكذا أصبحت النتيجة الآن، هكذا عادت الأمور الآن. الإمارات يعود في نتيجة هذه المباراة بكرة هدف برونو. في مربع الذهب كرة جزائرية. بول بينا في لمسة، دراوي عنده كرة يحاول فيها زكريا، عرضية عالية جزائرية. بركان، بول بينا، بول بينا والتصويب لكن إلى خارج الملعب. بول بينا كاد أن يسجل أغلى أهداف الجزائر في البطولة، لكن الكرة تحولت واعتلت العارضة. كرة تعادل بول بينا، ركلة مرمى عند الحارس حامد المكبالي. تنفس فيها الإماراتي هذه الكرة وكاد أن يسعد فيها الجزائري. يحاول المنتخب الإماراتي في وسط الميدان. خيمينيز تمريرة بينية ممتازة، راح كايو تقدم، كايو ما زال، كايو التصويب لكن ركلة ركنية إماراتية. كايو لوكاس كاد أن يفعلها. الكرة بتعود عن طريق خيمينيز. خيمينيز عرضية أخرى. الله 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 الله، كاد أن يفعلها بيمنتا، لكن هناك فريد شعال، هناك فريد، هناك شعال. عصام فايز خاطئة، فرصة جزائرية. ياسين 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 ياسين، ولكن إلى خارج الملعب. كاد أن يفعلها ياسين، كاد أن يسجل ياسين. خطيرة كانت الكرة الماضية. جزائرية تلعب بالراس، فرصة ما زالت، الكرة ما زالت والتصويب. الله 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 الله، ياهي كرة أو ياهو التصدي لكرة زكريا دراوي. دراوي أراد أن يحاكي ما فعله سعيود قبل 4 سنوات، لكن حارس المرمى تصدى حمد المكبالي. المباراة انتهت، الصافرة أتت، ركلات الترجيح هي من تنتظر المنتخبين وهي من ستحسم مصير المنتخب الرابع إلى نصف النهائي.
ياسين أم المقبالي، ياسين أم حمد ياسين، سجل نعم. كايو أمام شعال، شعال أم كايو، كايو أم شعال، كايو يا عيني يا سلام. بكل هدوء كايو وضع الكرة في المرمى. ياسين والمقبالي، ياسين بنزية، بنزية، المقبالي تصدى. هنا ميلوني، التركيز، التفكير، التسديد، ميلوني، لكن شعال يتصدى، شعال اشعلها. عادل بولبينا من المقبالي، بولبينا من المقبالي، بولبينا، بولبينا، فعلها عادل. عصام وفائز، وهنا عصام، فعلها نعم. نوفل امام المقبالي، نوفل والمقبالي يتصدى، المقبالي نعم يتصدى. اكونور على التنفيذ امام شعال، اكونور، خلاص 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 خلاص. وصلنا إلى نهاية الفيديو، كنشكركم على حسن المشاهدة وكنتمنى أنكم استمتعتوا به، وإلى فيديو جديد إن شاء الله. ما تنسوش الاشتراك والتعليقات ديالكم وتبارطاجيو الفيديو. شكرا، إلى اللقاء.